شوفوا الحضارة بنور كلام المصطفى، ومهما حاولوا ده نور وعمره ما ينطفى. سابق علوم العصر ربه وعلموه، صلوا على شمس الهداية وسلموا. علوم العصر ربه علموه، صلوا على شمس الهداية وسلموا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته ليوم الدين. وبعد، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. سبقت لنا الإشارة إلى أن الإعجاز العلمي في السنة النبوية المطهرة تعني سبق هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالإشارة في أقواله وأفعاله وإقراراته وسيرته الشريفة كم هائل من الحقائق العلمية التي لم يكن ممكنا لأحد من البشر أن يلم بها في زمن الوحي، ولا لقرون طويلة من بعد زمن الوحي. والنطق بها على لسان هذا النبي الأمي من قبل 1400 سنة يؤكد لكل ذي بصيرة بأن هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. وقلنا أن الذين تناولوا دراسة السنة النبوية الشريفة لم يتعرضوا لهذا الكم الهائل من الحقائق العلمية في أقواله وأفعاله وإقراراته صلى الله عليه وسلم، لأن أولا أغلب هذه الحقائق لم تتكشف لنا إلا منذ عقود قليلة. والذين درسوا السنة درسوها على أنها مذكرة تفسيرية للقرآن الكريم القائم على العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات، فركزوا على هذه القضايا الأساسية التي تمثل ركائز الدين. ونقول أن هذا العلم الجديد لابد له من ضوابط، وأشرنا إلى ذلك في لقائنا السابق. وأقول هناك كم هائل من الضوابط الشرعية والضوابط العلمية للتعامل مع الحقائق العلمية في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الأحاديث تدور أساسا حول قضية الخلق بأبعادها الثلاثة: خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان. إفناء الكون، إفناء الحياة، إفناء الإنسان، بعث هذه الحياة من جديد، الحشر، العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، الميزان، الصراط، الجنة، النار، وما في الآخرة من غيوب كثيرة. ونحن نتحاشى الدخول في القضايا الغيبية غيبة مطلقة، ولكننا نقصر الإعجاز العلمي في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمور التي أقرها والتي يمكن أن نحكم عليها بسنن الدنيا التي نعيشها. ومن أهم هذه الضوابط معرفة درجة الحديث عند أهل العلم. فالحديث علم له رجاله وله محققوه، فلا بد لنا من أن نعرف درجة الحديث، هل هو صحيح أم جيد أم ضعيف أم موضوع، قبل أن ندخل في مناقشة الإشارات العلمية الواردة فيه. ثم جمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد والروايات المتعددة للحديث الواحد حتى يتضح لنا المعنى وضوحا كاملا. ثالثا، لا بد لنا من فهم النص أو النصوص النبوية الشريفة وفق دلالات اللغة العربية، دلالات الألفاظ، أساليب التعبير، قواعد اللغة. فلا بد لنا من فهم النص أو النصوص النبوية الشريفة وفق دلالات الألفاظ في اللغة العربية ووفق قواعدها وأساليب التعبير فيها. رابعا، لا بد لنا من فهم النص النبوي الشريف في ضوء سياقه وأسباب وروده، لأن دائما أسباب الورود أو سياق الحديث يوضح لنا المقصود من الحديث. فسياق الحديث، أسباب وروده، ملابساته، مقاصد الحديث،
تحديد ارتباطه أو لا بعلة معينة منصوص عليها في الحديث أو مستنبطة منه أو مفهومة من سياقه، والتمسك بروح السنة ومقاصدها العليا قبل التمسك بحرفية النص. خامسا، فهم النص النبوي الشريف في نور القرآن الكريم. وقلنا أن السنة مذكرة تفسيرية للقرآن الكريم، فإذا جاءت إشارة إلى أمر من أمور السماوات، الأرض، الجبال، الشمس، القمر، النجوم، الكواكب، بعض النباتات وثمارها، بعض الحيوانات ومنتجاتها، عملية الساعة والأحداث الكبرى التي ترافقها، كل ذلك لا بد لنا من الرجوع إلى كتاب الله، لأن المجمل في كتاب الله تفسره أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا، لا يجوز للمسلم رد حديث صحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا لرسول الله. الذين يتطاولون على الأحاديث والله يضعون أنفسهم في حرج شرعي كبير. أقول لا يجوز لمسلم أو مسلمة أن يرد حديثا صحيحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن فهمه عمل به، وإن لم يفهمه توقف عنده، لعل الله تعالى أن يفتح على أحد العلماء بشرحه له. كذلك لا يمكن رفض الحديث النبوي الشريف الذي يشير إلى حقيقة علمية صحيحة لمجرد وجود أحد الرواه الضعاف في روايته. فلا بد لنا أن نؤمن بأن الحقيقة العلمية الراسخة القاطعة الثابتة التي لا رجعة فيها يمكن أن تستخدم وسيلة من وسائل الحكم على صحة الحديث. فرواة الحديث الذي ضعفه بعض العلماء لوجود فرد واحد يعني ضعفوه، لا يجوز أن يضعف إذا كان الحديث يشير إلى حقيقة علمية أكدها العلم. سابعا، ضرورة التفريق بين الحقيقة والمجاز في فهم نص الحديث النبوي الشريف. يعني إذا كان المقصود حقيقة لابد أن يكون ذلك واضحا، وإن كان مجازا لابد أن يكون ذلك واضحا أيضا. ونحن نعلم أنه حتى إذا جاءت الإشارة العلمية في مقام المجاز أو ضرب المثل أو التشبيه لابد أن تبقى من الناحية العلمية دقيقة دقة مطلقة، لأن هذا كلام موحى به من رب العالمين خالق الكون وموجد الوجود. ولا يجوز أن يخرج دارس الحديث باللفظ النبوي من الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة كافية وعند الضرورة القصوى، لأن التأويل في القرآن الكريم أو في الحديث النبوي مذموم. التأويل مذموم في تفسير الآيات القرآنية الكريمة أو في تفسير أو شرح الأحاديث النبوية الشريفة. ثامنا، لا يجوز التكلف أو لي أعناق ألفاظ الحديث لموافقة قضية علمية يعني يفخر بها العلماء في زماننا. فالحديث النبوي عندنا أجل وأشرف وأكرم كثيرا من هذه القضية. تاسعا، لا يجوز الدخول في التفاصيل العلمية الدقيقة في شرح قضية علمية جاءت إشارة لها في أحد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. التفاصيل الدقيقة، المعادلات الرياضية، المعادلات الكيميائية، المعادلات الفيزيائية، كل ذلك غير مطلوب في تفسير بعض الإشارات العلمية التي جاءت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا عاشرا، لا يجوز الخوض في القضايا الغيبية غيبة مطلقة كقضية الذات الإلهية، الروح، الجن، حياة البرزخ، حساب القبر، الميزان، الصراط، الجنة، النار، كل هذه قضايا غائبة عنا غيبة مطلقة. علينا أن نتقبل ما جاء عنها في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبولا تسليميا بغير محاولة إثباتها علميا، لأن ذلك فوق طاقة الإنسان وإمكاناته وعقله. 11، لابد لنا من الاختصار في إثبات الإعجاز العلمي في السنة كما هو الحال في القرآن الكريم، أن نقتصر على الحقائق القطعية الثابتة التي حسمها العلم والتي لا رجعة فيها، لأن النظرية قابلة للسقوط والفرض قابل للسقوط، فلا يجوز أن ننتصر لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظرية من النظريات أو بفرض من الفروض، لأن كل ذلك قابل للتغير وللسقوط. كل ذلك صحيح إلا في قضية واحدة،
وهي قضية الخلق والإفناء والبعث للكون، للحياة وللإنسان، لأن قضايا الخلق تفوق القدرات البشرية وهي فوق الإمكانات العلمية. ثاني عشر، لابد لنا من التمييز بين محقق الدلالة العلمية وراويها. لابد أن يقوم بالتحقيق أحد العلماء المتخصصين المشهود لهم بالنبوغ في علمه وفي تخصصه، ومشهود له أيضا بتقواه وصلاحه وحرصه على خدمة هذا الدين. ثالث عشر، لابد لنا من التأكيد على أن ما يتوصل إليه محقق قضية من القضايا العلمية في أحد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما وصل إليه ليس منتهى العلم في هذه القضية، لأن كل من القرآن الكريم وأقوال هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم تأتي بألفاظ محدودة، ولكن من أهم جوانب الإعجاز فيها أن أهل كل زمان يرون في هذه الألفاظ معنى من المعاني، وتظل هذه المعاني تتسع باستمرار مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية، كي يبقى القرآن الكريم وتبقى سنة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم مهيمنين على المعارف الإنسانية مهما اتسعت دوائرها. خامس عشر، لابد لنا من التفريق بين قضيتي التفسير العلمي للإشارة الكونية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والإعجاز العلمي. التفسير العلمي محاولة بشرية لحسن الفهم، إن أصاب فيها المفسر فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. أما الإعجاز العلمي هو موقف تحدي، والمتحدي لابد أن يكون واقفا على أرضية صلبة، فلا يجوز أن أتحدى إلا بحقيقة قطعية ثابتة لا يرقى إليها الشك. يبقى بعد ذلك عدم التقليل من جهود العلماء السابقين، لأن كم الحقائق العلمية المتاحة لنا الآن لم يكن متاحا لهم، ولا بد لنا أن نأخذ في الاعتبار أيضا إمكانية الانطلاق من إشارة علمية في أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للوصول إلى كشف علمي لم يتوصل إليه العلماء بعد، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفه الحق تبارك وتعالى بأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وإلى أن نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة نفصل في هذا الموضوع تفصيلا أكثر، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا الحضارة بنور كلام المصطفى، ومهما حاولوا ده نور وعمره ما ينطفى، سابق علوم العصر ربه وعلموه، صلوا على شمس الهداية وسلموا، مهما حاولوا ده نور وعمره ما ينطفى، سابق علوم العصر ربه وعلموه، صلوا على شمس الهداية